احنا كبشر بنتباهى ونفتخر بالمباني وناطحات السحاب والطرق والكباري بتاعتنا، وبنفتكر ان احنا كده اسياد الهندسة المعمارية على الكوكب ده. بس الحقيقة ان الطبيعة فيها مقاولين ومهندسين بيشتغلوا من ملايين السنين من غير شهادات بقى ولا برامج اوتوكاد ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت بيعملوا تصميمات ما تطلعش من اكبر مكاتب الهندسة. فالحيوانات لقت طرق واساليب تخليها تعيش في كل ركن في العالم، سواء صحراء قاحلة او اعماق المحيط او الغابات او حتى في اقصى المناطق القطبية. والحقيقة ان هم زيهم زينا، الحيوانات بيستخدموا بيوتهم عشان يقضوا فيها وقتهم وياكلوا ويشربوا ويناموا وكل حاجة، وكل حيوان بيعمل لنفسه موطن بقى حسب احتياجاته هو. فالنهاردة احنا مش جايين نتكلم عن مجرد عش عصافير ولا حفرة في الارض، لكن هنغوص مع بعض جوه عالم هندسة الحيوانات. هنشوف ازاي في كائنات بتخيط ورق الشجر زي الترزي، وازاي سمكة بتعمل لنفسها أوضة نوم مخفية، وازاي النمل بيستخدم عياله كأنهم أسمنت ومونة في البنا. فمن غير رغي كتير بقى، كوباية القهوة بتاعتك وركز معايا في اللي جاي، عشان احنا هنسلط اهتمام على جزء معين بعينه في الطبيعة غالبا انت عمرك ما اديت له اهتمام قبل كده. فيلا بينا نبدأ دلوقتي. في البرية مفيش مهندس بيرسم على ورق ولا في مقاول بيحسب التكاليف، لكن في حاجة بقى أشد من كل ده، هي غريزة الحيوان اللي بتخليه عارف هو بيعمل ايه بالظبط. كل حيوان موجود حواليك او سمعت عنه بيبني بيته في الطبيعة باستخدام الادوات اللي بيلاقيها متوفرة له، خشب، طينة، ورق شجر، حتى اللعاب بتاعه نفسه ممكن يستخدمه عادي. بس الاكيد بقى ان كل ده مش عشوائي، ده سوفت وير الهي مزروع جوه الكائنات اللي احنا هنشوفها مع بعض النهارده. وخلينا نبدا مع واحد من اغرب المهندسين في قصة النهارده، وهو طائر صغير اسمه بور بيرد، اللي هي بالعربي طائر التعريشة. الطائر ده مش زيه بقى زي اي طائر تاني بيبني كده مجرد عش ينام فيه وخلاص، لكن بالنسبه له ممكن نقول انه بيبني فيلا او معرض فني متكامل عشان يعجب بيه بنات جنسه. فالموضوع عنده ما بيبقاش مجرد سكن وخلاص، لكن بيتحول لاستعراض هندسي وفني. طائر التعريشه ده بقى بيقعد شهور طويله جدا عمال يجمع عيدان خشب وعصيان ويفضل يرصها كده عشان يبني بيهم حطين محطوطين قصاد بعض. ومش بس كده، لكن كمان بيفرش الارضيه ما بين الحطين دول بحاجه كده تحس ان هي سجاد اخضر. ومش بيكتفي بكده، يعني مش حيطان وارضيه وخلصنا، لكن بعد ما بيخلص بيدور على ديكور بقى يزين بيه العيش. ممكن يقطف مثلا ورد ملون وزاهي كده، او يجمع شويه صدف ويفرش مدخل العش بيه. وممكن كمان برضه يجيب حشرات وخنافس ميته يرميها قدام باب العش عشان الشمس تيجي تضرب في الاجنحه بتاعتها فتلمع وتزود له ديكور للبيت بتاعه. لكن ليه بقى كل ده؟ عشان طائر التعريشه لما بيخلص العش بتاعه بالبنى بالزينه بكله، بيفضل واقف مستني كده لما انثى تيجي تعمل معاينه وتقيم الشغل بتاعه، وتبص بصه كده على التشطيبات والديكورات اللي هو حاططها. والله لو عجبها فهي بتختار الذكر ده وبتكمل معاه، انما لو حست كده ان العش تعبان والشغل متكروت فهي بتاخد بعضها وتطير وكأن مفيش حاجه حصلت. وخليني اقول لك ان غريزه البناء دي طائر التعريشه بيتولد بيها، لكن بقى الخبره والاحترافيه اللي تخليه يبني عش يعرف يقنع بيه الانثى من اول مره، هي دي بقى الحاجه اللي بتيجي مع الوقت والممارسه اكتر. وخليك عارف ان اللي بيحصل عندهم مش تجميع حاجات ورميها جنب بعض وخلاص، لكن في خطوات واضحه طائر التعريشه بيمشي عليها. الطائر بيختار المواد ويرتبها ويرصها ويحسن منها باحلى شكل يقدر عليه، وده على فكره نفس اللي بيعمله اي مهندس في عالم البشر، لكن الفرق ان طائر التعريشه عمره ما دخل اي جامعه. وخلينا دلوقتي ننتقل من المهندس الرومانسي اللي فات للترزي المحترف، طائر الخياط. واكيد الاسم ده مش عبثي يعني، لكن اتسمى كده بسبب اللي هو فعلا بيعمله. فالطائر ده بيطلع فوق شجره عاليه ويختار منها ورقتين شجر يكون حجمهم كبير ويكونوا خضر كده ولسه طريين عشان ما يتكسروش او يفرولوا منه لما يبدا يشتغل بيهم. وبيبدا بقى طائر الخياط يخرم الورقتين دول بمنقاره، كأن المنقار بتاعه ده هو عباره عن ابره الخياطه، وبيروح بعد كده يسرق خيوط عنكبوت مثلا او اي الياف نباتيه يقدر يلاقيها، ويبدا يدخل الخيط من ناحيه ويسحبه من الناحيه الثانيه، وكمان يعمل عقده بالخيط عشان الورق ما يفلتش من بعضه. وبيفضل مكمل زي ما هو كده لغايه ما الورقتين يتضموا على بعض ويعملوا له جيب مقفول كده. وبعد ما بيخلص الهيكل الخارجي ده بيبدا الطائر مرحله التبطين، وده الوقت اللي بيروح يجيب فيه اعشاب ناعمه وطريه ويفرش بيهم العش عشان يبقى مريح وامان للبيض وللاطفال كمان بعد ما البيض يفقس. فتخيل طائر وزنه كام جرام قدر يفهم مبادئ الخياطه والعقد، وانه يعمل بطانه من جوه، مش بس بنى بيت بفن وخلاص، لا ده كمان اهتم بالامان والراحه بتاعته جوه البيت اللي هيقعد فيه. فبتبقى النتيجه النهائيه بقى ان كل عش من بتوع طائر الخياط مش عباره عن عش شكله حلو كده وخلاص، لكن ده معمول للحمايه وللراحه وتكوين اسره جواه.
واظن دلوقتي جه الوقت ان انا اقول لك ان مش كل الحيوانات بتبني بيت في مكان ثابت وتستقر جواه، لكن في كائنات موجوده ممكن تعمل بيوت متنقله عادي. وهنا الكلام بقى عن دوده صغيره جدا اسمها دوده الحقيبه. الدوده دي اول ما بتخرج من البيضه بتاعتها للاسف بتكتشف ان العالم حواليها مرعب ومش امان ومليان بالخطر في كل ناحيه، فبتعمل ايه بقى؟ بتفضل تجمع عيدان خشب صغيره وعصيان واشواك، وبتفرز خيوط من الحرير من جسمها عشان تلزق العيدان دي في بعض، وبتعمل بيهم شكل انبوبه او اسطوانه بتحاوط جسمها كله وتغلفه كويس. ومن اللحظه دي بيبقى البيت بتاعها معاها في كل مكان تروحه، عشان الدوده بتاخد الانبوبه دي معاها في كل حته هي بتتحرك فيها، وبتبقى هي درع الحمايه والامان بتاعها، لحد بقى ما يجي الوقت اللي الدوده دي هتتحول لفراشه. بتروح معلقه الانبوبه دي في غصن شجره برضه باستخدام الحرير اللي هي بتفرزه، وتخش جواها وتروح قافله المدخل بتاعها وتسده، وبتبقى عامله كانها حته خشبه ناشفه ملهاش اي لازمه، لو حد شافها مش هيهتم بيها. وده اكيد مقصود عشان الحيوانات المفترسه تطنشها خالص وتسيبها لغايه ما تتحول لفراشه كامله وتخرج من الانبوبه. ومن الغابة وأعالي الأشجار تعالى معايا ننزل تحت المية. في الأعماق وسط الشعب المرجانية في سمكة اسمها سمكة البغبغان. السمكة دي ألوانها مبهرة وزاهية جدا، وده طبعا بيخليها هدف سهل قوي للأسماك المفترسة، أو حاجة كمان زي تعابين المراي اللي بتعتمد على حاسة الشم في الصيد بتاعها. فسمكة البغبغان بقى عشان تنام في أمان عندها حركة هندسية كيميائية بتعملها قبل ما تنام، وهي عبارة عن إنها بتفرز مادة لزجة زي الرغوة كده بتخرج من غدة عندها تحت الخياشيم. المادة دي بتفضل تكبر وتتنفخ لحد ما تعمل فقاعة او كيس شفاف بيغلف السمكة بالكامل، والفقاعة دي بقى بتكتم ريحتها تماما وبتعزلها وبتمنع اي ريحة ان هي تطلع من السمكة وتوصل للمفترسات. يعني تعبان المراي ممكن يعدي من جنب السمكة دي وهي نايمة ولا ياخد باله اصلا ان هي موجودة، وتاني يوم الصبح السمكة تصحى وتفرقع الفقاعة دي وتخرج منها عادي تاكل وتمارس حياتها لحد ما يجي ميعاد نومها وتعمل نفس الحركة وتبني لنفسها درع شفاف جديد. لو كل اللي فات كان شغل فردي، فتعالى اوريك بقى العمل الجماعي في الطبيعه بيبقى عامل ازاي. بص معايا كده على النمل الحائك، وده النمل اللي ما بيعملش ممرات وانفاق تحت الارض زي بقيه انواع النمل، لكن النوع ده بقى بيفضل انه يبني مدن كامله متعلقه على الشجر. ولو جيت تبص هم بيبنوا البيت بتاعهم ده ازاي، هتلاقيهم بيعملوا حاجه غريبه جدا، وهي ان كل نمله بتمسك ببقها طرف ورقه الشجر، ومن الناحيه التانيه بتمسك برجليها جامد في النمله اللي وراها، فبيعملوا سلسله كده باجسامهم عشان يقربوا ورق الشجر من بعضه بقوه السحب بتاعتهم كلهم. واللحظه الاغرب بقى في العمليه كلها بتيجي دلوقتي لما بيبقوا عايزين يلزقوا طرف ورق الشجر ده في بعضه، عشان في مجموعه تانيه من النمل غير اللي شادين الورق ومقربينه بيروحوا يجيبوا شويه يرقات. اليرقات دي هي بتبقى اطفال النمل الحائك، لكن في المرحله الاولى دي لسه بيبقوا شبه الدود كده شويه، وكل نمله بقى بتمسك يرقه منهم وتطبطب عليها بالراحه بقرون الاستشعار بتاعتها. الحركه دي بقى بتخلي اليرقه تفرز خط رفيع كده من الحرير النمل بيستخدمه عشان يلزق الورق مع بعضه. وهنا النمل بيكون استخدم عياله الصغيرين كانهم حرفيا عباره عن مسدس شمع. وعايز اقول لك كمان ان الشغل في العش الواحد من دول ممكن ياخد اكتر من اسبوع لحد ما يخلص كله، وحجمه بيبقى تقريبا قد حجم كرة السلة. ومفيش نملة خالص عندهم بتهرب من الشغل، كل الافراد جوه المستعمرة شغالين في منظومة هندسية ما فيهاش غلطة وماشية زي الساعة. على فكرة بقى مش كل البنى لازم يبقى فوق الارض، في حيوانات بتبني عادي لكن تحت الارض، وفي حيوانات كمان بتستسهل وتسرق بيوت غيرها على الجاهز زي الميركات او السرقات باللغه العربيه. وده على فكره هو الحيوان اللي معمول منه شخصيه تيمون بتاعه تيمون وومبا. المهم بقى ان الميركات بيدور على الجحور بتاعه السناجب ويروح يسكن جواها، بس برضه عايز اقول لك انه مش بيسرقها وخلاص، لكن الميركات بيعمل للمكان اعاده هيكله، عشان هو عموما بيحب الجحور والانفاق بتاعته تبقى قريبه من سطح الارض وتبقى جنب الجذور بتاعه النباتات، وده عشان الجذور دي بتمسك التربه اللي حواليها زي الخرسانه كده، وبتمنع الرمله ان هي تنهار وتهد الجحر على دماغ الحيوانات اللي جوه. وكمان الميركات بعد كده بيبطن الجحور دي من جوه بالطينه او بورق الشجر او بالفرو عشان يزود الاستقرار والراحه بتاعته وهو قاعد جوه. لو هندي بقى مع بعض كده جايزة عالم عاشر لأعظم مهندس في الطبيعة، فهي هتروح من غير ما تفكر وبدون منازع للقندس. القندس كنا لسه متكلمين عنه جايبين سيرته هو والسدود بتاعته في آخر نشرة نزلت على القناة، الكلام ده للي متابع بقى. المهم إن القندس مش بيبني لنفسه بيت وخلاص، لا هو بيغير الجغرافيا بتاعت المكان اللي حواليه كله. فالقندس بسنانه الحادة القوية اللي لونها برتقاني من كتر تراكم الحديد فيها يقدر إنه يفضل يقرقط في جذع شجرة لحد ما يوقع الشجرة كلها، وبعدين يقطعها حتة
حتت بقى وياخدها ويروح عند مجرى نهر كده، وبيبني سد في وسط مجرى الميه من الخشب والطينه والطوب اللي بيجمعهم من حواليه. السد ده بقى زيه زي اي سد بيحجز الميه، ومع الوقت بيكون وراه بركه ميه عميقه وهاديه خالص. وفي قلب البركه اللي اتكونت دي بقى في نصها بيجي القندس وبيبني الكوخ اللي هيبقى البيت بتاعه بعد كده. ولو بصيت للكوخ كده من بعيد بعد ما القندس يخلصه هتحسه عباره عن كومه خشب كده مرميه في الميه، ومش هتفهم خالص ده ممكن يكون اي حيوان بيستخدمه ازاي اصلا. بس المفاجاه بقى ان مدخل ومخرج الكوخ ده بيبقى من تحت الميه ومش باين من فوق السطح زي ما هو ظاهر لك في الصور كده، وده طبعا كله زياده امان عشان مفيش اي مفترس ممكن يطول القندس. فانت متخيل بقى ان الكائن ده كسر شجره وجمع خشبها وبنى سد عشان السد ده يعمل بحيرة صناعية يرجع يبني كوخ في نصها عشان يعيش فيه، يبقى مدخله ومخرجه من تحت سطح المية. وكمان الأدهى من كده إن في وقت الحفر والبنى والتشكيل بتاع بيته ده القندس ممكن يحفر ترع وقنوات مائية مخصوص حوالين البيت عشان الترع والقنوات دي تساعده ان هو ينقل حتت الخشب التقيله عن طريق ان هو يعومها كده ويجريها في الميه لو مش قادر يشيلها من كتر ما هي تقيله، فيعمل لها مجرى ميه ياخدها بكل سهوله لحد الموقع اللي هيشتغل فيه. انت متخيل كميه الهندسه اللي في الموضوع؟ والاتنين قنادس بقى لو كانوا ذكر وانثى يعني هيخلصوا بنى البيت بتاعهم اللي بعد كده هيبقى اسمه الوكر في كام اسبوع، لكن هيعيشوا فيه بعد كده فعلا سنين طويله، وكل يوم هيفضلوا يعملوا صيانه وترميم للبيت ده طول ما هم عايشين جواه. بعد كل اللي شفناه في الحلقة بقى من طائر بيصمم بيته على شكل عرض فني عشان يلفت الانتباه، لسمكة بتصنع فقاعة خفية حواليها، لنمل بيشتغل كفريق واحد، وقندس بيغير مجاري الأنهار. الحيوانات دي بتستغل كل المواد المتاحة ليها في البيئة بتاعتها وتطلع منها أقصى كفاءة تقدر عليها عشان تبني حاجات تضمن أمانها واستمرار حياتها. وبما إنك لسه قاعد لحد دلوقتي ووصلت للدقيقة دي من الفيديو فمش محتاجة كلام، انت أكيد من نخبة العالميين اللي يستاهلوا يسمعوا معلومة البونص بتاعت فيديو النهارده. بيقول لك بقى يا سيدي ان اطول سد بناه القندس في العالم كان طوله 850 متر، وده كمان بيخليه اكبر هيكل بيبنيه اي حيوان بري على الارض. الكلام ده كان في كندا وتم اكتشافه سنة 2007، واكتشفوا كمان بعد كده ان السد ده ما كانش نتاج شغل عيلة واحدة، لكن ده عدى عليه اجيال متعاقبة من القندس. والعلماء بيعتقدوا ان هم بدأوا شغلهم في الموقع ده من السبعينات عشان يوصلوا للحجم ده النهاردة. طول السد ده اطول من ضعف طول سد هوفر، وده سد مشهور جدا في امريكا. والسد ده كبير لدرجة ان البحيرة اللي شكلها وراه بقت مساحتها 17 فدان، والمية اللي جواها حجمها تقريبا بيقدر ب 70 مليون لتر من المية. وطبعا حجمه الكبير ده بيخليه يترصد من الفضاء بسهوله ويظهر في صور الاقمار الصناعيه، وده اللي خلاهم اصلا يكتشفوه. وبس خليك عارف ان هندسه الحيوانات مش بس بتورينا الابداع والعبقريه اللي بيعملوها في الطبيعه، لكن كمان بتطلع لنا افكار بيستخدمها بعد كده فعلا المهندسين البشر، وبيعملوا منها افكار جديده للمباني بتاعتنا. وبما انك وصلت معايا للدقيقه دي فانا مبسوط بيك جدا انك خلصت الفيديو للاخر، ومستنيك بقى تنزل تكتب لي في الكومنتات كلمه سد القندس عشان اعرف انك سمعت معلومه البونص بتاعت النهارده. وحابب اقول لك ان دلوقتي يكون كل الكلام اللي كان عندي الفيديو النهارده خلص خلاص. فيديو انا نفسي وانا بحضره استمتعت بيه جدا، وفكره المحتوى بتاعته كانت عجباني قوي. وفي الفيديوهات اللي انا بستمتع بتحضيرها قوي دي ببقى بتمنى ان هي كمان تعجبكم انتوا. فلو الفيديو عجبك ما تنساش تعرفني ده من خلال انك تدوس لايك وتنزل تشترك في القناه دلوقتي من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك قبل كده. اما بقى لو كنت اول مره تشوفني فهطلب منك طلب صغير خالص قبل ما الفيديو يخلص، خش خد لك لفه دلوقتي كده في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.